وعلى أعماله، ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلامي قائد دولتها النبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيش مشكلة جاء في نفاي تبارك وتعالى أمر مثلا ما جاءته بك إن شاء الله لك الأحكام أخرج بالإفلاح بالغفانا آمين. وآثارنا أنك إن شاء الله لأبني جاهزنا بلا يعني كوشيس قرآن في روز كتابي في جهانية عالمية، يعني بس هو إسلامنا أبدو مثلا تطابق عنه، بس هو إسلامية شون جاء أفرمي يا أيها الإنسان، يعني همو إنسان لكم، يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني همو بني آدم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. عالمية ومعجزة بردوامتها خروج القيامة، يعني إن لكل نبي معجزة، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم المعجزة الكبرى القرآن الكريم الخالد إلى يوم القيامة. حتى آشروش أمام معجزة غمروا معجزة أمتها، فقد أكرم الله هذه الأمة بنزول القرآن له وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حرمتي أمام زياد ومثل زياد كله حرمت من بدل أكبر لو قياما بدل بولي أكبر على نبي رسول. الكفار إذا كان أحدهم يتكلم عن القرآن يحترم، ولكن إذا خلا بعضهم إلى بعض ينكرون هذا التعريف والاعتراف. أقربتين هذا بنشتاين بها بقدر في غمر صلى الله عليه وسلم، يعني أما من بشرنية صوتي بشرنية أما يكي دوانك هي الوليد من المغيرة قلت لك يا غمر صلى وهيك كس نزعل فبيدن روي قل أقليدة يا غمر أكلي قرآن أكلي هات شيء ودقر بيا وتي. هذا كلام ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن، أما نقصي جنة نقصي بن آدم قيسة له حلاوة عن شيرينة وعليه حلاوة يعني بقمدار راهلاوة، يعني راتيات وأن كلام أعلاها مثمر وأسفلها أسفلها مبدع، يعني باني كلمتان اشتي بالأمدار خوالي فر وزور وترى يعلو ولا يعلى عليه، لها مو كلام يفسره هيش كلام سيو حقيقي ناكدة القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هداية القرآن هو الشريعة تعطي شريعة أعدل شريعة، أصدق شريعة، أحكم طريقة وأعظم طريقة في العقيدة في الحكم والتشريع، وكذلك في السياسة الشرعية وفي إصلاح المجتمع. يعني شريعتك تعطي شريعة، راهوتري شريعة، راستري شريعة، بقوتري شريعة، هو عقيدة ما شاكا مجتمع شاكا خاصة وسياستك الشرعية تعلم لا مزرين وعقيدة أحمد لي. أم قرآن التلوزوة أو برادرة بناي خينا دانا يجي نزاني ودانا بدل دانا يجي شون وقرآن بني أنا مريسة أنا من نقطة ولو قبتي جيل زقا وتي مدارقة والله أنا هاتو أنو جيل زقا وازبيرم قرآن شون أخيرني فوين بو مزيد مثلا قديم هذيش كقرآن راكشي هيناك ابو اجر الدنيا يعني عبادته فهم قرآن حقي هذا سلمان يكي لحقكي دراستي لبركدني خوندني خلتنا لبرنك تدبر المعاني معنى كذا ذلك إذا حقك كده علم التدوين أديد علم أحكام التدوين بيكوني أي بولي أفرمي ورتل القرآن ترتيلا نعرف خوندن نايو أم علم التدوين علم يعرف به إحقار كل حق حقه مستحقه
من الصفات والوجود والتركيب والتخفيف ونحوهما. وأما لغة الاتيان بالجيد يعني باش فيري إنك حق مو حرف كذا أو حرف لك أمر رقيق وتلكي كوني لك بقوة القائد أيها الكوني مد لك دقم لك إخفاء لك إقلال لك حروف صفية لك حروف استعلاء لك حروف إقلال حروف كان يعملون لك أما قال بيزاني إن جاء ما غاية التجويد وكيف التجويد بفنين لصون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى هذا صان ما غرنك هو بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من النبوية الأصحية من لدن جبريل عليه السلام. شون جبريل يقول في غمر بنادي يعني إتقان لكي اللفظ حتى كان صحيحي أوسع من القرآن بالله. واحد حقيقة هي سلمان العمل بالقرآن تبخل القرآن عملتين الإكفاس بيتيا العمل بالتنزيل يعني يجب الفروع إلى أركان التقوى. العمل بالتنزيل من التقوى والخوف من الجليل ركن من أركان التقوى والرضا بالقليل ركن من أركان التقوى والاستعداد ليوم الرحيم ركن من أركان التقوى. آراء أبي ما أقرأ بالتقوى عملتين. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تؤدي الأمين نبي تقوى مثلا خيانتها بقايدتي وقراءة لنا في آراء مجزاني جوان القرآن كما كان إنجا عملي كيف حق على الأمة للقرآن الكريم أن يتحاكموا إليه في تنازعاتهم واختلافاتهم في أمورهم الدينية والدنيوية لأمور دين ودنيا لمنازعات لاختلافات لحموش تيكا لحموي عن مسأليكا أبي إما بكي القرآن كينو لسال القرآن بروي لسال القرآن بروي أجل نبروي معناه هجرت بعد بقصنا قبل القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما بيقرأ فمن تدفع لهم القرآن أبي إمام حكما لسال القرآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. تلاوة القرآن تاني مهمة تجارة جورية فابيت إذا أنت كيف يجعل آدابه أنت زكاة وصدقات هل كسواك معناتها تجارة يقولك يعني نبري نراوي التجارة أنت فايدة